أسعد الله مساكم بالخير والستر والصحة والعافية والأمطار التحيفة اللي جتنا في المملكة العربية السعودية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة وينفع بها أرجاء البلاد. راح أسوي إن شاء الله إدام دجاج معرق أو يسمونها المرقي. راح أسوي الآن، بس بسوي مع البطاط عشان العمال كثير، فلازم أحط مع الدجاج بطاط عشان يأكلون، الله يجعلها بالعافية عليهم. أهم عنصر في الإدامات الهندية أو الشرقاسوية، عنصرين مهمة جدا في نجاح الإدام يكون طعمه لذيذ: الثوم والزنجبيل. القربعة نطبخ تحت ضغوط العمل. يلا قلب قلب قلب. القربعة أكيد في ناس كثير يحبون صوت الكشكشة اللي كذا، صوت الكشكشة. امسك شوية خليني أعكس الكاميرا. يلا كب الطماطم مرة واحدة، الربارية ما ضبطها زين. لا، حرك حرك قلب. أول فكيت الجاكيت وبعدت الشال، ما ينفع شخصيات ونطبق ما تصلح، عشان ما تنسي برضه فيها ريحة، رغم ان الدكتات والهود شغالة في المراوح. الكلام هذا اسمه صوت المؤشر فيما هو فيه والطرف والحياة. تعال نقص يا توشيك، نقص خليه 190. بسم الله بالله. تعال شوف الطعامة والحلاوة والفلفل والرز. كثرت اليوم رز ما الواجب، الله يطرح البركة. قرب شوف سيدنا البخار. إدام معرق دجاج أو مرقي يخرج الضرس ويفتح النفس. ما تضبط الإدامات إلا مع كزبرة. نعطيها رشة كزبرة لا شكلا ولا مضمون، مو بس عشان التشكيل، حتى الطعم. خلوا الناس في حالها. هذا المساج النهائي يا رب الحمد وعدم علينا ولا تجعلنا زواج. والله ما شاء الله تبارك الله عم إبراهيم، شغل فخم وريحة فخم، وإن شاء الله في باقي جو، وشوفه إن شاء الله كله خلصها. فاهم يا إبراهيم؟ أيوه. يا جاز قبل شوية. خلنا نشوف الطعم كيف الطعم. والله ما شاء الله تبارك. كم تعطي في المية؟ والله 100%. أحسن من اللي تسوونه أنتم. أي والله. تسلم. عندي تمام ما شاء الله. كيف يا صديق؟ كويس؟ ها؟ ها أنت كاميرا كويس؟ أنت شايف الفنان أم إبراهيم؟ ايش يسويها؟ شايف الفنان. شكرا شكرا بالعافية.